السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شأعرض لكم وشكشف لكم فساد في المجلس الطبي وفي المستشفيات وأسماء دكاترة تذكرون بالاسم والمستشفيات بالاسم، وأنا أتحداكم يا حكومتنا تنصفوا الشعب من هذه المستشفيات ومن هؤلاء الدكاترة. أنا أتحداكم، أنا أحكي لكم القصة من طعطع للسلام عليكم. والله شاهد علي من فوق 7 سماوات إذا كذبت في حرف، مش في كلمة، في حرف، مش هنبل. وانتوا حتتأكدوا وتتبينوا هل أنا صادق في كلامي أو أنا كذاب. ابني عندما تعب شلينا يفعلوا لها العملية، حصل فشل في العملية، شلينا ابني من مستشفى لمستشفى، تأكدنا بأن العملية فاشلة، شلينا الولد إلى مستشفى ابن سينا لا عند الدكتور يحيى المساجدي. اذكروا هذه المستشفيات واكتبوا هذه الأسامي. الدكتور يحيى المساجدي شاف الولد قال يحتاج إلى إعادة عملية. طيب يا دكتور افعل له العملية. قال الولد في فقر دم، ادى علاجات، قال خلوا الطفل يشرب هذه العلاجات يزداد الدم عشان نفعل له العملية. طيب روحنا البيت، الولد استخدم العلاجات، رجعنا بعد أسبوع لعند الدكتور افعل العملية، قال عاد الولد